على كرسي متحرك. اليوم يلقى روحه في حسب المعلومات بانه الان في ليبيا او في تركيا. تزيد اكد لنا اكثر. قبيل مساء الخير. اسمع عاصم يعطيك الصحة منبر حلتون. قل لي قبل كيفاش عرفتوا ان اخوك الان ماشي الى سوريا ماشي الى تركيا للقتال؟ عندكم اتصال به؟ عندكم معلومات الان معاه؟ قال بانه قال لكم بانه ماشي للجهاد بالكمبيوتر. بالضبط. يعطيكم الصحة. ساعة قبل كل شيء باش نقول امي وسع بالك يا امي، تو ولدك ان شاء الله يرجع، خاطر هي منعتني قالت لي ما تجيش لهنا، انا لا جيت ونحب نعبد الناس كل تمنعوا اولادكم باش يمشيوا ويرميوا واحد في الموت. هاو خويا حمزة هذا بالله، هذا باش يجاهد باي قوة، باش يجاهد بالله. هذا هو خويا باي قوة باش يجاهد بالله. اقلب التصوير. شو خليها الجسدية نتاعو، هذا بنية الجسدية نتاعو. كيفاش يجاهد؟ هو الكاس ما يهزوا بيديه زوز يا رسول الله، طامعين فيه. هذا باش يجاهد. هزوني انا، هزوني اجا اخويا نعملوا مقايضه، نتبادلوا اخويا، يجيبوا خويا ونمشي انا نجم نزأر بيجي كل شيء، سيبوه خلي امه تفرح بيه على الاقل. فهمت؟ والشعب التونسي، الشعب التونسي شدوا صغاركم ورد بالهم عليهم. فهمت؟ هذا يا خويا ها هو خويا، شو محلاه شو ما شبوا خويا عليها هكا. الرحبه يخلق ربي عليها هكا. هذا باش يجاهد باي جزء باش يجاهد. هذا اللهم في حاله بركه ما يعملوا حجاب الناس ويفجر روحه. قال لك بالاعلاميه، انا جهاد بالاعلاميه باش عملها. تبعته بحكم انا بحكم عمل نتاعي الزملاء وكل شيء، نخدم في شركه اتصالات خاصه. فهمت؟ بحكم الاولاد عاونوني ونجموا يحدوا البلاد اللي هو فيها، اللي هو حاليا الى حتى تقريبا 6 مساء في تركيا. هو قال لي هو مشى لسوريا. فهمت؟ يما فينا مشاش، وفما 7 اشخاص من ضمنهم امراه معناتها كوبل. فهمت؟ من شيره عمرها الاعلى حي الخدون، كلهم توجهوا بالتحديد مع 5 العشيه كانوا متواجدين هذه نهار الجمعه، متواجدوا في المطويه، وبعد لي 6 في مدينه ودخلوا راس الجيل. انا مشيت لليبيا، هبطت غاديك طراولس كلمه هبول غاديك نلوج على خويا حتى ضرنا في بالهمش. فهمت؟ مشيت نلوج عليه نسال فماشي ريزو، فماشي في بالي مركز تاع تدريب في ليبيا على اساس نمشي غاديك نلوج عليه. مشيت فوهد بركان وحتى حد في ليبيا الا بعض اشخاص. فهمت؟ قبيل سامحني، شنو وضعية العائلة اليوم؟ وضعية كي يخرج واحد إلى سوريا شنو يخلي وراه؟ وضعية العائلة، الأم، الإخوة. أنا نرى في الحالة نتاعك النفسية، شنو وضعية العائلة؟ قولوا للتوانسة باش ما عادش يخرجوا صغارهم. التوانسة هذوما شكون؟ هذوما عباد دمغجل، هذوما خاطيهم مالي. هاني أنا خوه نحكي معاه برغم اللي كنت نسيع معاه. يا حمزة روح يرحم والديك، راني في بلاصة نجيك، راهو في بلاصة نجيك، روح عايش خويا، امك تبكي عليك، روح عليه. حتى كنت سعيد معاك يا خويا نحبك، امك تموت عليك. نعملوا مقايضة يا ابد ربي، نعملوا مقايضة يا خويا. سيبوا خويا انا نجي، انا نجم نهز سلاح، نهز بيجي، نجم نعمل كل شيء. هو سيبوه معاق، اش طمعي فيه عليه الرحمه حتى كيفاش يجاهد روحه. الرسول قال من ذنبهم مش راضيين عليه ما يتقبلش عليه. باي قوه جسديه باش يجاهد. دمغشتوا العباد عليه خلق ربي. انتم مسلمين، هذا الاسلام، هذا الرسول قال هكا. اي دين تحكي عليه؟ تحكي على الاسلام وكانوا تحكي على دين اخر. قوش عليه مانيش مسلم انا ولا كلهم مش مسلمين. يا خويا حلوا الجهاد فلسطين، نمشي فلسطين جهادوا، يمشوا فلسطين حرروا بيت المقدس، حلوا قبة الصخرة، حاربوا الصهاينة اللي يقتلوا المسلمين. مش تمشوا تحاربوا السوريين المسلمين كيف يقفوا ما يمنيش فيهم. انا بشار ما نحملوش انا. اما مش معناتها باش تمشيوا غاديك، يمشيوا فلسطين. انا نمشي اول واحد جاد بفلوس يبيع كلوتي يمشي معاكم. عليه الرحمة، يرحموا امه ويرحموا كل ام تبكي، كل دمعة طابت بخدودها، كل دمعة هذيك احسبكم عليها يا عباد ربي قدام ربي. ذاك يوم القيامة الحمد لله، فما يوم القيامة يوم حساب حاسب نهار قدام ربي. الحمد لله فما ربنا الاعلى هو العادل باش حاسبنا ويعملوا لها يوم الحساب. ما تقدرش تعيشوا 40 50 60 100 سنة، اما يجي يوم القيامة والله بناخذ نحدوا كل واحد اللي بكيتوا امي وبكي ام كانت يا عم الله وكاو. يوم الحساب منتقانا يومك عند ربي ما بين ندير ربي قدام الرسول اللي كسرتوا كلامه. الرسول قال ما يجاهد الا لما ترضى ام وابوه مش راضيين، وحتى ام وابوه راضيه يوم الحساب. والحمد لله يا ربي. هذا نتحداكم بالرب الاعلى، ما بتحكوا باسم الرب ان الله سيحاسبنا جميعا ومنتقانا يوم الحساب. قداش نعيشوا مهما كان
وكما قال سيدي بلال وغدا نلتقي الاحبه، غدا نلقوا بالرسول، والحمد لله فما الرسول فما الرب الاعلى اللي يمشي يحاسب الجميع. ويا امي نقول لك حاجه، اذا كان انت متغش عليه خاطر جيت لهنا، لا يا امي انا جيت نحب المنع اخويا، نحب المنع اخويا، هذاك اخويا يا امي، برامكم تسعيبه معاهم اخويا مهما كان. انا جيت لليبيا مستعد نمشي جنب نجيبوه لك يا امي، من بدي الدنيا بركك هاو. شكرا، ما فضلش نزيدوا نواصلوا. شكرا لك على هذا الاتصال مع سلاح دموع ما نجمش. هو سي معز يعني سي محمد فعلا بالله اي دين اللي يهز رجل من اصحاب الاحتياجات الخصوصيه للقتال كبير جدا ومؤلم جدا، لانه الكثير اليوم من العائلات التونسيه، واذا لم يتوقف هذا الامر فاعتقد ان المساله ستكبر، لانه